عليك، الله عليك يا جو، وعلى دماغك المكلفه دي. عارف انت يا جو، اول ما تموت بعد عمر طويل يعني، بعد الشر عنك يعني، هياخدوا مخك ده ويحطوه في بطرمان ازاز صغير كده في قلب متحف في فاترينا ازاز، ويكتبوا تحتيها كده بميه الذهب: هنا يرقد مخ يوسف الدقاق. اصلا مش عايز افتاك يا زكي. واحده جاهله كده اول مره في حياتها تشوف مبلغ زي ده هتعمل بيه ايه؟ ولا هتشيله عند حد من قرايبها، ولا حتى هتستأمن انها تشيله في البنك، اكيد في شقتها اللي مقفوله. ايوه بس عدم المؤاخذه جو، يعني انا اللي محيرني انت جبت المفتاح منين؟ عيب يا زكي، انا بعون الله اي مفتاح في سلسله مفاتيح سيد الدقاق عندي منه نسخه تانية، ما عدا مفتاح خزنه البيت ده ماليش فيه بس بمزاجي. طب هو ما تاخذنيش يعني في السؤال، هو انا كده جو يعني ما بقاش كفرت شويه عن ذنوبي؟ يا اخويا، بس اوعى يا زكي يكون حد شافك وانت داخل عند الولايه دي ولا وانت خارج من عندها. عيب يا جو، انا برضو هيبقى مخي في بطرمان اصغر شويه جنبك، ومش هيبقى مكتوب عليه بميه الذهب، ما انا ذكي برضو. لا مش لدرجه بطرمان، ما تتمريقش عليا يا زكي. طب بقول لسعادتك ايه صحيح، هو الحاج سيد مختفي فين؟ حاج سيد يا سيدي عايش في بحر العسل اليومين دول، بس بيحضر حته مفاجاه هتطلع من نافوخ دلال وامها وكمال واخواته. يا ابن الايه، عليه حته دماغ. لعيب كبير قوي الحاج سيد الدقاق ده، دماغه متكلفه صحيح. طلع لي. وانت ناوي تعمل ايه مع دلال يا جو؟ ولا حاجه، هكتبها شيكات بالمبلغ وخلاص. متنساش برضه ان هي مرات ابويا. عشان كده يا مدام اوعي يا فرح يا حرامي يا جبان يا ايه ده؟ الله الله الله. يا مدام دلال دلال الله الله الله. ايه ده؟ الفح معايا على مهلك. ايه ده؟ بقول لك يا زكي، نعم، روح بسرعه خلي فرح تجيب لها كوبايه ليمون بسرعه. يا صالح بسرعه، تعال دلال تعال تعال. اقعدي. ايه بس ما فطرتيش ولا ايه مالك؟ لا 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 دلال فوق يا دلال. حرامي يا جبان، فين الفلوس؟ لا اللي سرقتها. ايه ده يا مدام دلال، انا ما سرقتش منك حاجه. اقعدي صوتك بقى، مش عايزين فضاعه يا دلال. في ايه؟ سيبني يا يوسف، طلعني. وكمان مش شلوب، ما تتصرف يا برنس. بقول لك ايه، روح يلا شوف شغلك، روح شوف شغلك، يلا تعال دلال اقعد. الله ايه يا دلال بس في ايه؟ مش كده الله. ايه مالك عامله كده ليه؟ فيك ايه يا مرات ابويا؟ اتسرقت يا يوسف، اتسرقت. لا حول الله يا رب، لا حول الله. ازاي حصل الكلام ده بس؟ يا ساتر. بقول لك يا دلال، ما بلاش الافلام الهند دي، مش عليا. حياة اللي في بطني ان شاء الله يا رب يا اخي عدو. بعد الشر يا ساتر، بعد الشر. الله ما تدريش على اخويا كده، الله هتزعليني منك كده يا دلال. الله ما احبش حد يجيب سيرته كده. قولي لي بس، اتسرقت ازاي يا دلال؟ حد دخل شقتي يا يوسف وسرقني. مين هو اللي سرق؟ مفيش غيره الندل الجبان اللي اسمه زكي، هو اللي سرقني. زكي ما لقيتيش غير زكي؟ اطهر قلب في الوكاله، تشك فيه برضه؟ طب ايه رايك بقى ان انت ظلماه؟ ايه رايك بقى ان انا بعته اسكندريه بقاله 4 ايام ولسه واصل قبليكي بدقيقه واحده، وانا اللي بعته بنفسي؟ بقول لك يا دلال، انت هتمضي شيكات ب2 مليون وانا هديكي فرصه، بس سيبك بقى من الافلام اللي انت عاملاها دي عشان قديمه قوي. والله العظيم ما افلام. عندك دليل ضده؟ لا يا يوسف ما عنديش. خلاص يبقى تمضي. يلا يا دلال امضي قبل ما الحاج يجي ويقول لي هي ايه اللي جابها هنا. يلا يا دلال، انت لسه خارجه من المستشفى. طب يلا عشان اللي في بطنك، عشان انت مش حمل المرمطه دي وصحتك على قدك. يلا. ايوه، عشان كمان
اقول لك ازاي نمنع جوازة الحاج اللي قلبي بيقول لي ان هي على البيبان دي. ازاي يا يوسف؟ هقول لك، امضي بس الشيك التاني. ايوه امضي بقى الشيك التاني، يلا. ما لقيتش غير زكي، ده اطهر قلب في الوكاله. انا هطلب ايدك. هتطلب ايدي؟ هتطلب ايدي من مين؟ من دوسة. وايش معنى دوس؟ لو انت عندك حد تاني قوليلي. ومين قالك ان انا هوافق؟ وانت طولي. طول يا وحيد، يعني انا مش وقته نتكلم في موضوع الجواز ده دلوقتي يعني. طب اقول لدوسة وهي تفكر معانا. مش عارفه بقى يا وحيد، انا بقول يعني تحل مشاكلك الاول وبعدين نشوف موضوع الجواز. كل حاجة هتتحل يا جنة. كمال وإيهاب واقفين معايا وده مقويني. أنا حاسس إن الخوف اللي جوايا بدأ يخاف مني. وحيد، ودي الاطباق السفرة يلا. أنا عايزك في موضوع دوسة. انا هودي الاطباق. خير يا وحيد؟ أنا عايز أتجوز جنة. ايه؟ تتجوزها؟ بنت غلبانة وطيبة واحنا عاشرناها وطلعت بنت حلال. طب يا ابني الوقت مش مناسب عشان نتكلم في الموضوع ده. ليه مش مناسب؟ طب انت دلوقتي عارف الحاج سيد لو اتكلمنا معاه يا ترى بقى هيوافق ولا لا؟ ولو قلنا له هيقول ايه؟ مش فارقة. يعني ايه مش فارقة؟ طب انت سألت نفسك لو انت اتجوزتها هتعيش انت وهي فين؟ طب ده حتى حتة الأوضة اللي متوياك بيشاركك فيها حسونة. هنلاقي حل يا دوسة. طيب حاجة تاني، طب افرض بقى لا قدر الله حصل بينك وبين الحاج سيد أي مشكلة، هتاخدها وتعيش فين؟ انت بتخوفيني. يا حبيبي أنا مش بخوفك، أنا خايفة عليك، أنا أكتر واحدة في الدنيا دي كلها بتحبك وأتمنى إنك أنت تعيش سعيد ومتهني، بس بقى يا ابني الظروف أقوى مننا. أكيد هنلاقي حل. أكيد.